السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. صباح الخير اذا كنتوا بتشوفوني الصبح، ومساء الخير اذا كنتوا بتشوفوني بالليل. احلى متابعين. النهاردة تعالوا هنعمل معانا اكل حلو قوي، اكل من بتاع زمان، بتاع زمان اللي احنا نسيناه يا جماعة. دلوقتي كنا على طول بنعمل الرز والبسلة واللحمة، الحاجات دي كنا بنعملها على طول، سهلة وبسيطة وأكلات بسيطة. دلوقتي احنا مصعبين الدنيا على نفسنا. دلوقتي معايا كيلو لحمة، جبت كيلو لحمة اهوت، غسلته كويس بالملح والليمون. هنعمل طريقة سهلة أوي لسلق اللحمة. حلة على النار وتسيبيها تسخن جامد، وبعد كده بنروح منزلين فيها اللحمة تتشوح. زي ما انتوا شايفين اهوت. اللحمة حطيتها في الحلة. بصراحة أنا بحب الطبخ في الحلل الألمونيوم، ما بحبش الحلل اللي طالعة جديدة دي أبدا أبدا. حطيت اللحمة زي ما انتوا شايفين في الحلة بعد ما سخنت. احنا بالعيال عندنا بيحبوا اللحمة كده. وبعدين بروح جايبة بقى ايه طماطماية وبصلاية، وبحط شوية فلفل وورق لورا وحبهان. دي بتخلي الشوربة بتاعتنا حلوة وطعمها حلو. ماشي. وبتقلبيها وتسيبيها بقى ايه لحد ما تتشوح شوية. قلبي، وبعدين غطي عليها وسيبيها تتشوح شوية. ماشي. دي طريقة حلوة قوي للحمة. وحطيت الورق اللورا والحبهان اهوت زي ما انتوا شايفين، وهي بتسرد ميتها. بسيبها لما تنشف المية دي خالص. ماشي. واروح حاطة بقى ايه مزودة المية بتاعتها، مية سخنة او مية ساقعة زي ما انتوا عايزين، عادي مفيش مشكلة. وحطيت لها شوية توابل لحمة، مخلية الشوربة لونها جميل ازاي. حلو، لونها حلو، طعمها كمان بيبقى حلو قوي لما تحط لها شوية توابل لحمة. وخلاص كده زودت المية وبسيبها بقى ايه تاخد سوا. هنعمل بقى شوية البسلة كمان. ألوان البسلة جميلة معانا، طماطم مصفياها وبسلة والبصل. بجيب بقى ايه بعد كده حلة على النار، وبحط فيها مادة دهنية. حط زيت أو سمنة زي ما انت عايزة، أي حاجة انت عايزاها حطيها. ماشي. وبعد كده بتحط البصلة اهوت، وما تخليش البصلة تتحمر قوي، هي تشويحة بسيطة بس صغيرة. أقل من دقيقة كمان، هي أقل من دقيقة. بس تتشوح في الزيت كده علشان ما تعملش حرقان، حرقان في المعدة. وبتروحي حاطة الطماطم بتاعتك اللي أنا مضرباها في الخلاط ومصفياها، مصفياها كويس. وبسيبها تتسبك بقى براحتها. على ما بتتسبك بحط لها الملح والفلفل بتاعها، واسيبها تتسبك براحتها. وبعد كده انا بحط الملح والفلفل اهو، شوية ملح وشوية فلفل. يعني اكل زمان من غير توابل ومن غير اي حاجة كان ليه طعم والله يا جماعة. عن دلوقتي التوابل اللي احنا بنحطها كتير ديت بتغير طعم الاكل كتير. انما دلوقتي انا حبيت اغير واعمل اكل زمان اللي احنا كنا بناكله زمان ده. خلاص بقى حطيتها اهوت. وهسيبها تتسبك، وهبدأ بقى ايه نعمل شوية رز بشعرية حلوين كده. اللي معانا الطماطم اتسبكت اهوت، هحط البسلة كمان. حطيت البسلة وهقلبها، وهسيبها بقى ايه تستوي. احلى 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 بسلة والله العظيم، طعمها تحفة تحفة بالطريقة دي. وبعد كده حطيت فيها اللحمة بعد ما استوت. حطيتها في البسلة. آه، خدت طعم برضك البسلة كده، وبقت طعمها جميل اهي زي ما انتوا شايفين اللحمة بتاعتنا استوت اهي. حطيتها في البسلة، والله العظيم بقت طعمها تحفة. ده الأكل اللي احنا مفتقدينه يا جماعة دلوقتي. أي أكلة، يا بنعمل مكرونة بشاميل، يا بنعمل رقاق باللحمة، يا بنعمل مش عارفة ايه الأكلات اللي احنا بنعملها دلوقتي. بس أنا حبيت أغير في الروتين بقى دلوقتي ونعمل الأكل بتاع زمان ده.
اللي احنا مفتقدينه. خلاص هنعمل بقى شوية الرز بالشعرية. عندنا شعرية اهوت، وعندنا حطينا في الحلة زيت، وهنقلب الشعرية تتحمر. خليها تاخد لون ذهبي كده، الشعرية تاخد لون ذهبي وانت بتعمليها. بتكوني في نفس الوقت ده بقى انت عاملة غسلة الرز. هي كده لونها بقى حلو، بس الكاميرا هي اللي مغمقة الصورة على فكرة. اهوت. هنقلب بقى كويس. قلبي لحد ما الرز ذات نفسه يتقلب مع الشعرية، وكل رزاية تتغلف بالزيت زي ما انتوا شايفين اهو. هحط بقى الملح. واقلب كويس. بعد كده هزود عندي مية مغلية. المية مغلية في الكاتل بتاعك. لازم علشان الرز يطلع مفرفر معاكي ويطلع حبايته حلوة وما يبقاش معجن. لازم تبقي انتي حاطة جنبك مية سخنة. ما عندكيش كاتل، ممكن تبقي حاطة البراد على العين يغلي، وبعد كده تزودي بيه. انا عندي الكاتل وغليت المية وزودت الرز بتاعنا اهوت، وهسيبه يستوي بقى. لما ياخد غلوة بتوطي على الرز خالص، وتسيبيه بقى يتشرب براحته. اهو كده خلاص. مين يا جماعة اللي وصلتوا معايا لحد هنا؟ ما تنسوش تعملوا لايك والشير، علشان يوصلكوا كل جديد. وهنا انا حطيت على الرز حتة زبدة فلاحي عشان تديله طعم كده ويبقى طعمه حلو. وخلاص خلصنا الفيديو بتاعنا، وادي الاكلة بتاعتنا بعد ما خلصت. مين يا جماعة بيعمل الاكل ده دلوقتي؟ انا ما اعتقدش ان في حد، ما شفتش حد بيعمل الاكل ده دلوقتي. كله بيعمل حاجات خفيفة سريعة. البيتزا والكريب والحاجات اللي طلعت جديدة ديت، الحمد لله. لا احنا كده كويس ان احنا بنعرف نعمل الاكل بتاع زمان ده. ما تنسونيش بقى في اللايك والشير. واشوفكم على خير.